الجزائر لن تستطيع الدخول مع المغرب في أي مواجهة عسكرية مباشرة، فهي صنيعة الاستعمار وصنيعة فرنسا، تستثمر أموالها في شراء الأسلحة الخردة الروسية، وهي لن تستطيع الدخول أو مواجهة المغرب. والدليل على ذلك هو أن خطاب الرئيس الانقلابي أحمد بن بلة لا زال يؤرق مضجعهم، وأن بعد سنوات وأثناء مقابلة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة قام أحد الحضور وقال له بأنهم سيعطون طريحة وسيحتقروننا، فرد عليه بوتفليقة قال له تلك، بمعنى أن هذا الهاجس وهذا الخوف وهذا الرعب لا زال حاضرا في نفوس الجزائريين.